سكانيا بي 410. هنشوف الاول مكان السوكت بتاع الفحص. طبعا السوكت بتاع الفحص موجود هنا في الجانب الشمال جنب الدركسيون. ده الجهاز بتاعي الجيال تيست، وطبعا في سياره اكتروس جنبنا هنفحصها، وفي سياره مان هنفحصها بنفس الجهاز. نرجع بقى على الواجهه بتاعه البرنامج. طبعا ده الجهاز بتاعي جيال تيست. بختار تراك شاحنه، اختار سكانيا، ضغطه واحده بس. طبعا السياره بتاعتنا بي 410. بنزل على ايه البي سيريوس واختار 410. فين 410؟ تمام اوكي. برضو ضغطه واحده بس. انا ممكن اكنسل كل ده واختار مثلا سنترال كمبيوتر كوردينيتور. عايز اتاكد من السوكت بتاعي راكب في المكان الصح، بدوس على علامه السوكت او الفيشه. فعلا احنا مركبين في المكان ده. بدوس على كونكت، بيعمل اتصال مع السياره بتاعتي. عندي اختيار الدياجنوز ان انا اشوف الاعطال. طبعا السياره بتاعتنا ما فيهاش اعطال. كليرنس ان انا امسح الاعطال. سيستم داتا، معلومات عن الكنترول يونت اللي انا داخل عليه الكوردينيتور. الميجرمنت، قياسات، بارامترز اللي عايز اعدل في اي حاجه معينه. كاليبريشن لو في كاليبريشن او معايره او تعريف. وداتا ريكوردر، ده حاجه جديده موجوده في الجيال تيست ان انا ممكن اسجل قراءات حاجه معينه لمده نص ساعه. عايز اخرج بره الكنترول بدوس ديسكونكت، او عايز ادخل على الوايرنج بدوس على الوايرنج دايجرام. يجيب لي الوايرنج دايجرام بتاع الكوردينيتور. ومن خلال الوايرنج طبعا بيكون ممكن ادخل على اي حاجه خاصه بالوايرنج. كل حاجه ممكن اضغط عليها من هنا تظهر معايا في الجانب اليمين. والعكس، يعني لو عايز اضغط على القطعه دي مش عارف دي قطعه ايه، بدوس عليها من هنا يظهر عندي المكون بتاعها او اسمها. طب اضغط عليها مرتين يظهر لي صورتها ومكانها داخل السياره. طبعا احنا هنفصل دلوقتي الجهاز بتاعنا من السكانيا وهنوصل على السياره الاكتروس اللي جنبها. برضه باشمهندس عداي كده يورينا بس السياره الاكتروس. هنطلع بره خالص. ماشي. طبعا لسه انا ما فتحناش سويتش. هنفتح سويتش ونروح على الجهاز بتاعنا ونشوف الخطوات. برضه الخطوات نفسها اللي عملناها قبل كده، بس بدل السكانيا نختار مرسيدس. ضغطه واحده. اكتروس ام بي 2 ام بي 3. برضه هكنسل كل الانظمه دي واختار النظام بس اللي انا عايزه. على سبيل المثال البريك، نغير كنترول الفرامل. اتاكد برضه من السوكت بتاعي راكب في المكان الصح. فعلا احنا ركبناه هنا في القطعه دي جانب اليمين. بدوس على كونكت. طبعا هيظهر عندي اعطال البريك سيستم او اعطال الفرامل. في سياره مان معانا ممكن برضه ندخل عليها بالجهاز ونصور لكم الخطوات. نفس الخطوات هي في كل السيارات. يعني انت لو اتعلمت الجهاز على الاكتروس نفس الخطوات على المان، نفس الخطوات على سكانيا. طبعا ده الدياجنوز برضه ما عنديش اعطال. بارامترز، لو انا هعطل في بارامتر اعدل في بارامتر معين. المينتنانس دي اعمل ريست للكنترول، باك اب ميموري ريست اللي هو ايه بنعملها طبعا في الكنترول ادابتيشن. كاليبريشن ده خاص بالاف دي ار الموديل. في بعض الموديلات فيها كنترول اسمه اف دي ار، ده بيقيس الزاويه بتاعت ميل السياره. وباقي الحاجات هي نفس الحاجات اللي في كل الكنترولات. عايز اخرج برضو او عايز اجيب الوايرنج دايجرام، ادوس على الدايجرام، ادوس على علامه صح، يظهر عندي الوايرنج دايجرام بالكامل بتاع السياره. طبعا ده البيز موديول. عايز ارجع تاني بدوس على الدياجنوستيك منيو. عايز اخرج بره الكنترول عشان ابحث حاجه تانية بدوس ديسكونكت. زي ما احنا شايفين الجهاز سريع جدا، مش محتاج ولا في لاج ولا في اي تاخير. طبعا بعد ما اخلص بيقول لي انا عملت ريبورت بالحاجه اللي انت عملتها كلها. دي تالت سياره معانا. طبعا سياره مان تي جي اي 33480. شوف نوصل جاك تيست. سيني هاو ار يو. سوكت مال دياجنوز تمام في الجانب اليمين، وهنا في مال جال تيست.